مرحبا بكم في قناه علم طرز. ان شاء الله اليوم عندنا درس جديد، درس فرشين. اليوم غنوريكم ان شاء الله كيفاش كنرسمو. عندي الطرف ديال الثوب، وهذا طريف عادي ديال الثوب، وغنوريكم كيفاش كنرسموه. انا عندي 3 ديال الكاركير. باش كنرسم هادو. عندي الابيض، انا كنستعمل الابيض والصفر، وهاد الليموني. هذا هادو اللي كنستعملهم انا فرشين ديالي. ما كنستعملش، كاين الزرق وكاين الكحل وكاين الاحمر، ما كنستعملهمش. هادوك ما كيجيوش اللي كنرسموا فيهم في الثوب، كيوسخوا لينا الثوب، ما كيجيوش هما هادوك. يعني اللهم نستعملوا هاد اللون هادو اللي كيتغسلوا كيتمسحوا مع الوقت، هكا كيتمسحوا. وحنا الجهد ديالنا كنحاولوا نغطيوه، ملي كنخدموا كنغطيوه. كنحطوا الكاركير فوق الثوب هكا، يعني يكون هاد الجهه ديال السفيفه. كنخليو العبار اللي بغينا على حسب السفيفه ولا على حسب داكشي اللي غنديرو في الثوب. وكنحطوا الرشم ديالنا هكا بهذا الشكل، كنحطوا عليه الرشمه مثلا هكا، رشمه عاديه، رشمه اللي غنرشموها اللي غنديروها في الثوب. وكنحطوا عليه الميكا باش هاد الرشمه ما تقطعش لينا ملي كنرشمو. نقطعوا الميكا هي عاديه، ميكا عاديه نقطعوها. هي يعني بلاستيكه اللي كتكون عندنا في الدار، نشدوها بالفليتات هكا باش الرشم ديالنا ما يتحركش لينا ملي كنرشمو. باش لينا الرشمه ميشان مقاده، ماشي شي هنا وشي هنا هكا. هي الرشمه ديالنا مثبته، يعني مقاده، ما كنخافوش انها تتحرك هكا. ونرشمو، نبركو على الرشيم باش يخرج لينا الرشيم مزيان. كنرسمو بهذا الشكل الرشمه ديالنا حتى كنساليوها. انا دابا غير كنوريكم كيفاش كنرسمو. نرسموها هكا بالقلم ولا بالستيلو اللي عندنا، انما الا عندنا القلم حسن باش الرسمه ما تخسرش لينا. هو الرشيم سالينا الرشمه هكا باش كنرسمو في اي ثوب. يعني الا كان الثوب هكا اللون ديالو مفتوح نرسمو هكا بالليموني. الا كان مغلوق نرسمو بالابيض ولا بالصفر، يعني اللي غادي يبان. هي الرشمه هي اللي كتبان لكم. هذا هو الرشيم، الطريقه باش كنرسموه. الا في المبرة عندها طريقه اخرى، يعني بحال الثوب. هذا هو الثوب ديال المبرة ديال الزيتي. وهاد الطريقه باش كنرسموه انا غنوريكم غير في القفطان ديالي. كنرسموه هنايا من التحت، هو ما كنرسموش من الفوق. الا كما قلت لكم المبرة كترسم بجوج طرق، هي هاد الطريقه هذه باش كنخدموها لا في الماكينه ولا باليد، ولا كنحطوا هكا هي رشمه. يعني اللي كيعرفوا يرسموا مزيان، اللي عندهم مع الرسم، كيحطوا الرشمه هكا وكينقلوها هنا في الثوب اللي
كينقلوا الرشمه من هنا، ما كنرشموش من الفوق ديال سميتو، لان ما كيترشمش لينا. هذه هي الطريقه ديالو، هذه هي الطريقه اللي كنديروا فيه. انا كنخيط كامل ديك الرشمه، كنخيطوها باش تبان ليا من الفوق. عاد كنخدمو، انا غنوريكم كيفاش كنرشموه. هذه هي الطريقه اللي كنديرها انا في الرشم ديال المبره. بعد ما رشمت انا الثوب، هذا هو التحت ديال الثوب المبره، هذا التحت، هذا الفوق، هذا هو الفوق ديال الثوب، هذا هو التحت، هذا الفوق. ها هو راه قلبته، لان ما كاينش رشم هنايا. الرشمه انا رشمت من التحت. انا غنوريكم كيفاش كنخيطوه باش يبان لنا الرشمه الفوق ديال الثوب، باش نتبعوا عليه. كنخيطوه باللون ديالو، اللون ديالو هو ديال الثوب، ولا اللون باش غنخيطوه اللي غنطرزو به، ما يكونش اللون مختلف باش ما يبانش لينا. كنتبعوا على الورده كامله، كنتبعوا على الرشمه بهذه الطريقه هذه. ماشي زعما شي حاجه صعيبه. اللي ما كيعرفش كما قلت لكم الرشمه يدخل لي الرشمه على الثوب ديال المبره، لان كل واحد والمهارات ديالو. هكا كنتبعوا على الورده كامله حتى كنكملوها، حتى كنساليوها كما قلت لكم باللون ديال الثوب، ولا اللون اللي باش غنطرزوه كامله. الرشمه كامله نخيطوها باش ما تبان لينا الزواقه ملي كنبغيو نطرزو. انا ساليت هكا باش كنتبعو لتحت ديال الثوب. هو كيخرج لينا هنا، كيفاش داكشي علاش قلت لكم نديروه باللون ديال الثوب، ولا اللون باش غنخدمو الزواقه. هو رديت الفوق ديال الثوب اللي قلت لكم قبيله، هذا هو الفوق ديالو. من التحت كما قلت لكم. ومثلا غنوريكم كيفاش كنرسمو. راه كنرسمو عادي في الثوب المبرة، كنرسمو عادي من التحت كما قلت لكم. كنرسمو كما كنرسمو الثوب الاخرين كاملين بنفس الطريقه. ملي كنخدمو كنغطيو هاد الخيط هذا باش خيطناه، كنغطيوه مثلا بهذا الشكل، نضربو الفوق، كنضربو الفوق ديال الثوب هكا ديال الخيط عفوا هكا باش داك الخيط ما يبانش لينا. ماشي طريقه زعما صعيبه. كيتغطى ما تيبانش. كنغطيو ما تيبانش الخيط لان كاين في اللون ديال الثوب. هادشي زعما الخدمه سهله عاديه. دابا غير كنسربي باش نوريكم الطريقه باش يتغطى، غير باش نغطيو الثوب، نغطيو داك عفوا الخيط ما يبانش، نضربو الفوق فوق ديال الخيط. وهنايا لداخل راه ماشي مشكل لان غيتغطى، مازال غنعمروه غير ما يبانش هذا اللي هنا ما تيبانش. هذه راه ما كناش مزيان اللي هنا، غير كنوريكم كيفاش. وكذلك الورقه اللي كنبغيو نخدموها بنفس الطريقه.
الطريقه غتجينا ساهله في الخدمه. بحال نيت الى رشمناه بالفوق كنرسمو بالخيط، والخط يكون رقيق. بعد النيت ديال اللي عندك الخيط عادي ترشمي بالخيط عادي، ما عندكش غترشمي بالصبره النيت بالحرير كنقولوا حرير، ويكون الخيط رقيق على جوج شراط باش ما يجيش غليظ بزاف. هو راه ما تيبانش، ها هو الا بان لكم راه ما تيبانش الخيط اللي درناه. وهاد الطريقه عاوتاني على هاد العريش هذا ديال هاد الغرزه ديال الضفيره. هذا هو الشكل اللي كنخدموه هكايا، تيبان ما كتبان حتى شي حاجه هكا فهاد الرشم، على حسب اللي عاد كيبدا كيتعلم، يعني المبتدئات اللي عاد بداو. صافي هكايا باش كنخدمو، وكنستمروا حتى كنكملوا الزواقه ديالنا كامله، يعني نرسموها كامله مره واحده ونخدموا فيها مره واحده. وكنتمنى ان الدرس ديال اليوم ان شاء الله يعجبكم، واذا عجبكم الدرس شاركوا في القناه ديالي، ان شاء الله يبقاو لكم ان شاء الله الجديد، وبالتوفيق ان شاء الله.